في ملخصنا النهاردة هنعرف إن كره وغيرة هلال هتزيد يوم عن يوم لدرجة إنها تنتقم من مسال في أعز حاجة عندها، ويامور هتقرر إنها تساعد شيرين وتعمل لها حملة تبرعات. بس يوم الحفلة هتحصل مفاجأة كبيرة غير متوقعة. يا ترى إيه اللي هيحصل؟ ده اللي هنشوفه مع بعض النهاردة، فتابعونا للنهاية. ومنساش نحط لايك ونعمل شير للفيديو ونشترك ونفعل جرس التنبيهات لو أول مرة تشوفونا. بتبدأ الأحداث بميور وإفغين وهما في الملاهي مع مسال، بيبقوا مبسوطين معاها لأنها أول مرة تروح هناك، بيجيبوا لها كمان دبدوب كبير أبيض وهما في العربية بيوصلوها للبيت، بس بيلاقوها نايمة. أول ما بتفوق مسال بتتمنى لإفغين إن هو يتجوز يامور، بتبقى مبسوطة، بيقترح عليها تنزل علشان تشوف الكلبة بتاعتها، فبتروح لها على طول. بس بتتفاجئ لما بتلاقيهاش في مكانها، بتفضل تعيط. ولما بترجع للبيت هلال بتفضل تضحك عليها لأنها زعلانة على الكلبة، وبتفضل تبص لها بنظرات كلها فرح لأنها هي اللي ودتها لدار المأوى وفتحت لها الباب علشان تمشي. مثل بتبقى زعلانة لأنها بتحب الكلبة بتاعتها، أو بيكونش قدامها طريقة غير إنها تتصل على إفغين وتقوله على كل حاجة. بتفضل تعيط، فبيخلي يامور ترجعه تاني المسال، ولما بيروحوا لها بيلاقوها بتعيط. إفغين بيقترح عليها إن هو يروح يدور على الكلبة بتاعتها، فبتوافق، وميور بتديله مفتاح العربية بتاعتها. بنرجع تاني المسال وبتفضل تدعي ربنا إن إفغين يلاقي الكلبة، وفي اللحظة دي بيجي، بس بتتصدم لما بتلاقيش كلبتها معاه، فبيعرفهم إن هو دور كتير لكنه ملقاهاش. بس اللي بيصدمها أكتر لما بيعرفها إن في عيلة تانية خدت الكلبة بتاعتها علشان تعيش معاهم، يعني تبنوها. فبتفضل تزعق وبتكونش مصدقة، وبتفضل تترجاهم إن هم يروحوا للناس اللي تبنوها وتاخد كلبتها منهم. فبيوافق وبيخليها تركب العربية، وبعدها بيعرف ميور إن هلال بنت خالها هي اللي ادت الكلبة للناس علشان يتبنوها. لما بيوصلوا للبيت مسال بتفرح لما بتسمع صوت كلبتها، بس في نفس الوقت بتتصدم لأنها بتشوفها وهي بتلعب مع أصحاب البيت، وبتبقى مبسوطة. وبيبقى إفغين وميور بيبصوا لها وهم زعلانين، وبتفضل تعيط، وبتعرفهم إنها تسيب كلبتها مع الناس اللي اتبنوها لأنها مبسوطة وهي معاهم، عكس لما بتبقى معاها بتبقى دايما جعانة لأنها مش معاها فلوس تأكلها. وبتقول لها من بعيد إن هي صديقتها الوحيدة والأخيرة كمان، وكلامها ده بيأثر على المعلم إفغين وميور كمان. في اللحظة دي الكلبة بتشوفها وهي ماشية، بتفضل تبص لها لأنها بتبقى مفتقداها، بس مثال بتمشي وهي بتعيط وبتفتكر كل ذكرياتها معاها. في نفس الوقت ده نيشا بتروح لإليف وبتقول لها تسيبها تحل موضوع إفغين، بس بتهينها وبتزعق لها كالعادة، وبتقول لها إن موضوع إفغين يخصها هي ولازم ما تتدخلش فيه، بتسيبها وبتمشي. وهي خارجة من الفندق بتشوف إفغين وهو مع ميور، فبتستخبى على طول قبل ما يشوفها وبتفضل مراقباهم من بعيد. بعدها بيروحوا يقعدوا سوا، وبتبقى ميور زعلانة على مسال أو مش مصدقة اللي هلال عملته فيها. ولما بتبص حواليها بتلاقي ناس غنيين، فبتقرر إنها تعمل حفلة تبرعات كبيرة وتخلي الناس الأغنياء الموجودين في المكان يتبرعوا علشان يساعدوا مسال. طبعا المدرس إفغين بيفرح أو بيقرر إن هو يساعدها في الفكرة دي. على الناحية التانية مسال بتبقى قاعدة لوحدها، بتعيط وبتجيلها أمها، بتزعلها بسبب إن هي اتأخرت على ما رجعت للبيت، بس بتحضنها وبتقول لها إن الكلبة بتاعتها ناس تانيين اتبنوها. بتتعصب وبتبقى عايزة تاخدها ويروحوا يتكلموا مع الناس دول، بس مسال بتمنعها وبتعرفها إن هي شافتها وهي مبسوطة، وبتقول لها إن هي متأكدة إن هي فرحانة مع الناس دول عن ما كانت فرحانة معاها. فأمها بتحاول تواسيها، بس مسال برضه بتفضل تعيط. تاني يوم الصبح ميور بتبقى قاعدة تفطر مع أمها، وبتقول لها على الفكرة بتاعتها إنها تجمع تبرعات وتديهم لمسال، وبتعرفها إنها بتحبها زي أختها الصغيرة. بس في اللحظة دي أمها بتزعق لها وبتصدمها بالكلام، وبتقول لها إن هي مش هتخليها تعمل حملة التبرعات دي، وبتفضل تهين في مسال وبتشتم عليها لدرجة إن ميور بتتعصب وبتتحداها إنها تعمل حملة التبرعات دي وتجمع فلوس كتير وتديهم لمسال، وبتمشي وبتسيبها. على الناحية التانية فؤاد أول ما بيشوف المدرس إفغين بيقوله إن هو عايز يديله الفلوس بسرعة قبل ما زهراء تيجي وتاخدهم منه. طبعا إفغين بيتعصب عليه وبيحكي له قصة الكروي مع الذئاب، بيصدمه في اللحظة دي لما بيقوله إن هو خد بصماته ووداهم لمركز الشرطة، بيعرفوا إن هو طلب من مسال تجيب له حاجة من الهدوم بتاعته يكون فيها بصماته علشان يوديها لمركز الشرطة. بيقوله إن هو ممكن بسهولة جدا يحط بصماته في البيت بتاعه ويقول إن هو اتهجم عليه وسرقه. بس فؤاد في اللحظة دي بيفضل يضحك وبيقوله طيب مادام بلغت الشرطة عني ما جاتش ليه وأخدتني. فبيعرفوا إن هو ما بلغش الشرطة، بس هو لو منفذش الكلام اللي هيقوله هيسجنه بكل سهولة.
طبعا فؤاد بيخاف، فإفغين بيقوله إن هو عايز ياخد البيت بتاعه، بيعرفه إن هو هيتكفل بكل مصاريف إصلاحه، بيقوله إن هو عايز مسال تعيش فيه. فبيتعصب بس بيفهمه لو قرب من مسال أو ضربها تاني هيخلص عليه بكل سهولة ويوديه لمركز الشرطة. فبيسمع كلامه، بيقرر إن هو ميقربش منها نهائي، ولما بيمشي بيكسر الكوباية اللي في إيده. بعدها بيروح للمدرسة، بيلاقي إليف مستنياه قدام الباب، وبتشكره بسبب إن هو أنقذها آخر مرة، بس بيعرفها إن الموضوع ده مزعله بسبب إن هو كان عنيف وقتها. وبيظهر إنها بتحبه لدرجة إنها بتفضل تبصله بنظرات كلها حب. ونيشا في الوقت ده بتبقى واقفة وشايفة كل حاجة ومتعصبة، بس بتمشي قبل ما يشوفوها. بيعرفها إن هم ناويين يعملوا حملة تبرعات كبيرة للطفلة مسيل علشان يساعدوها هي وأهلها. بيبقى عايز يعرفها على ميور لأنه ما يعرفش إن هي بنتها. بيقول لها إن هو هيديها رقمها، فبترفض وبتقول له إنها هتلاقيها على مواقع التواصل الاجتماعي. بتسأله إذا كانت ميور حبيبته ولا لأ، فبيقول لها إن هما مجرد أصحاب. بيشكرها إنها هتساعده، بيمشي وبتتصل على ميور، بتقول لها إنها موافقة تساعدها في حملة التبرعات اللي هتعملها بالليل. في نفس الوقت ده بتبقى مسال قاعدة بتاكل مع هلال، بتفضل توريها صورة الكلبة بتاعتها وهي بتضحك، بتبص لها بنظرات كلها خبث، بتبقى عايزة تضايقها بأي طريقة. فؤاد بيجي في اللحظة دي، بيبقى عايز ياكل معاهم بس بيزعقوا له ما بيبقوش طايقينه، وكلهم في اللحظة دي بيتصدموا لما بيشوفوا شاهين جاي. بيعرفوا ان هو خرج من السجن، وكلهم بيبقوا مستغربين بس ما بيردش على اي حد فيهم. بياخد بعضه وبيطلع لأوضته، فزهراء بتطلع وراه وبتفضل تهين فيه وتزعق له لدرجة ان هي كمان بتمنعه من انه ينام على السرير، بتخليه ينام على الارض. تاني يوم مسال بتروح للمدرسة، وهلال بتجيب لها ساندوتش كفتة علشان تفتكر الكلبة بتاعتها، فبتفضل تعيط وبتاخد بعضها وبتروح لإفغين وبتقوله إنها عايزاه يديها دوا علشان تنسى كل الأحزان بتاعتها. بس في اللحظة دي ميور بتتصل عليه وبتقوله إن أمها وافقت على حملة التبرعات اللي هيعملوها، وبتأكد عليه إن هو يجي لبيتهم بالليل علشان تعرفوا عليها. بس هو بيرفض وبيقول لها إن هو عنده مشاكل كتير وإنه ملوش في جو التبرعات، فبتزعل منه وبيبان على صوتها، بس بتسامحه بمجرد ما بيقول لها إن هي زي الملاك لأنها بتحاول تساعد مسال. بنروح لأم مسال وهي في المطعم، وبنعرف إن فؤاد بيسرق من وراها فلوس كتير. ولما بتروح للمطبخ علشان تطمن على أخوها بتلاقيه قاعد لوحده ومش راضي يتكلم، فبتعرفه إنها اتكلمت مع ياشيم وعرفت منها كل حاجة. وهو في اللحظة دي بيمسك الآلة الحادة اللي في المكان وكان هيخلص عليها لدرجة إنها بتترعب منه. ولما بتخرج من بره المطبخ بتتفاجئ لما بتلاقي ميور قدامها. بعدها بيقفلوا المطعم وبيقعدوا كلهم سوا. ميور بتبقى مبسوطة وبتقول لها إن هي هتعمل بالليل حملة تبرعات علشان العملية بتاعتها، وممكن تبقى أزيد من 100,000 ليرة. وفي اللحظة دي بيتصدموا كلهم من الرقم، بس ميور بتأكد لهم إن هي هتحاول تجمع لهم أكتر من 500,000 ليرة. وبسبب إن المبلغ كبير شيرين بتتعب وما بتبقاش مصدقة إن هي هيبقى معاها الفلوس دي كلها، بس بترفض إنها تاخد الفلوس وبتقول لها إنها مستحيل تعرف تسددهم تاني. بس ميور بتهديها وبتعرفها إن التبرعات دي ليها ومش مطلوب منها إنها ترجع لهم أي فلوس نهائي. طبعا زهراء في اللحظة دي الفلوس بتزغلل عينيها، بتبقى عايزة ميور تخرج معاها بره علشان تكلمها في موضوع التبرعات، بس فؤاد بيزعق لها وبيفضلوا هما الاتنين يتخانقوا مع بعض. ميور بتبقى حاسة إن شيرين زعلانة، فبتمسك إيديها وبتقول لها إن هي ما تعرفهاش بس تعرف بنتها مسال، وإن أكتر حاجة نفسها فيها إن هي تعمل العملية وتبقى كويسة وترجع أحسن من الأول. وبتفضل تترجاها توافق تاخد الفلوس علشان تعمل العملية، وبتعرفها إن في حاجة جواها بتقول لها إن هي لازم تساعدها. فشيرين في اللحظة دي بتفضل تعيط وبتوافق، وبتوصل مسال البيت. وأول ما بتشوف ميور بتبقى خايفة، بس بتفرح لما أمها بتعرفها إن ميور هتعمل حفلة تبرعات هتخليها تعمل العملية بتاعتها، فبتحضنها وبتبقى فرحانة وبتشكرها على كل حاجة بتعملها معاها. على الناحية التانية المعلم إفغين بيواجه هلال باللي عملته، وبيعرفها إن هو عارف إن هي اللي ودت كلبة مسال لدار المأوى وخلت الأشخاص الغنيين دول يتبنوها. وبيقول لها إنها بنت ذكية والمفروض تستغل حبها المسال ويبقوا أصحاب مقربين لبعض. بس بتفضل تعيط وبتسأله هو ليه الكل بيحب مسال أو محدش بيحبها، فبيعرفها إن هو بيحبها ومستحيل يكرهها. وبيمشي وبنرجع تاني لمسال، وبتسأل نيشا على الأشخاص اللي بيضايقوا ميور علشان تروح وتضربهم، فبتقول لها إن مفيش حد بيضايقها لأنها محبوبة. بس في اللحظة دي بتفتكر أمها وبتقول لها إن أمها إليف شريرة وبتكرهها، فبتروح لميور بتقول لها إن هي لازم تعتبر أمها شيرين زي أمها إليف بالظبط،
بتقول لها إن هي تعتبرها أختها الصغيرة، بسبب طريقة كلامها بتتأثر وبتعيط. وبنشوف زهراء بتروح لجوزها شاهين بتقوله إن ميور هتدي لأخته 500 ألف ليرة، وبتبقى متعصبة بتقوله إنها عايزة تروح وتترجى ميور إن هي تاخد نصهم، وبتفضل تهين في شيرين. شاهين بيفضل يبصلها وبيبقى في إيده السلاح بس ما بيرضاش يعمل لها أي حاجة، لدرجة إن هي بتمسك الأكل اللي قدامه وبتوقعه على الأرض. وبرضه شاهين بيفضل يبصلها بعصبية بيردش عليها. في نفس الوقت ده إفغين بيروح ليمور الفندق بيشكرها على كل حاجة بتعملها مع مسال، بيفضل يبصلها بنظرات حب، وهي كمان بيظهر إنها بدأت تعجب بيه. بيديها إسورة صغيرة بيقول لها إن الإسورة دي اسمها إسورة الأمنيات، وبتطلب منه إن هو يلبسها لها، فبتفضل تبصله. وفي اللحظة دي إليف بتيجي بس بتمشي على طول قبل ما إفغين يشوفها. على الناحية التانية زهراء بتبقى متعصبة ومش طايقة فؤاد لما بتلاقيه قاعد لوحده، بتروح له وبتفضل تزعق له وبتبقى عايزاه يمشي من البيت، وبتقوله إن هو بقى دلوقتي غني بسبب مراته، فعلشان يسكتها يديها كل الفلوس اللي معاه. بنروح لمسائل وبتبقى واقفة قدام كلبتها وبتبقى زعلانة عليها ومفتقداها، بتقول لها إن ميور هتعالج أمها وتعمل لها العملية اللي تخليها ترجعهم زي الأول، وبتفضل تعيط وبتوعدها إن هي لما تبقى غنية هتيجي وتاخدها. في نفس الوقت ده شيرين بتروح لزهراء وبتبقى مكسوفة منها وبتفضل تترجاها إن هي تديها هدوم من بتوع هلال علشان مسال تلبسهم في الحفلة، وبتبقى خايفة ترفض بس بتتفاجئ لما بتوافق، وبتاخدها لأوضتها وبتديها هدوم كتير علشان تختار منهم. وشيرين بتبقى مصدومة من معاملة زهراء ليها. فؤاد في نفس اللحظة دي بيقرر إن هو يلعب قمار، بس صاحبه بيقوله إن هو لازم يجيب له الأول 20 ألف ليرة. وبنروح لمسال وبتتصل على إفغين وبتقوله إنها محتاجة يكون معاها ضروري في الحفلة لأن أمها متوترة، وبتفضل تترجاه لحد ما بيوافق وبيعرفها إن هو هيكون عندهم بعد نص ساعة. لما بتقفل التليفون بتتصدم لما بتلاقي فؤاد بيقول لها إن هو عايزة تسرق له حاجة من البيت لأنه محتاج فلوس ضروري، بس بترفض. فبيقول لها إن هو هيأذي نفسه ويخلي أمها تديله كل فلوس العملية علشان يعالج نفسه بيها، وبيعرفها إن أمها بتحبه لدرجة إنها ممكن تعمل أي حاجة علشانه. وبيقول لها إن هي لازم تسرق له أي حاجة تكون قيمتها 20 ألف ليرة، بيهددها بأمها، فما بيكونش عندها حل تاني غير إنها توافق. وبنشوفها هي وأمها وإفغين بيروحوا للحفلة، وأول ما بتشوفهم إليف بتقول لنيشا إن هي تعبانة وبتاخد بعضها وبتمشي. وفي اللحظة دي إفغين بينبهر بجمال ميور أول ما بيشوفها. ميور بتبقى واقفة معاه ومبسوطة، وأمها بتشوفها من فوق وبتبقى زعلانة لأنها بتحبه وغيرانة من بنتها عليه. في اللحظة دي بتقول إن هي بتحبه، وأمها بتبقى واقفة بعيد وفي حالة صدمة. بيصورهم فؤاد من بعيد لأنه بيبقى واقف بره مستني مسال تسرق له أي حاجة من الفيلا علشان ياخدها ويبيعها. وأول ما بتشوفه بتاخد بعضها على طول وبتطلع فوق وبتفضل تدور على أي حاجة لحد ما بتلاقي أوضة إليف مفتوحة، فبتدخلها على طول. وأول ما بتسمع صوتها بتستخبى في الدولاب وبتلاقي مجوهرات فبتحطها في الجاكيت بتاعها. وأول ما بتخرج مسال وبيشوفوها إليف بتبقى شاكة إن هي اللي سرقت الحاجة، وفعلا بتتأكد لما بتلاقيها في الجاكيت بتاعها. ميور بتبقى مصدومة وبتاخد بعضها وبتكون زعلانة من اللي مسال عملته، بس أمها بتاخدها للحفلة وبتقول للكل إن مسال حرامية، وبتفضل تهنا هي وأمها وبتطردهم من القصر. وبعدها بتاخد بعضها وبتروح البيت لإفغين وبتقرر إنها تحكي له على كل حاجة. نرجع تاني لشيرين وبتزعق لمسال بسبب اللي عملته، وفي اللحظة دي بيجي فؤاد فبتقول لها إن هو اللي أجبرها إنها تسرق العقد، فبتزعق لها وبتخليها ترجع للبيت. ولما بتوصل بتقول لخالها شاهين على كل حاجة فبيتعصب وبيبقى عايز يروح ويخلص على فؤاد بس بتمنعه وبتعرفه إن أمها بتتكلم معاه. نرجع تاني لشيرين وبتفضل تهين في فؤاد وبتقوله إن هو السبب في كل حاجة حصلت لهم، وبتقلع الخاتم بتاعها وبتقوله إنها تتطلق منه. ولما بترجع للبيت بنتها بتفضل ترجاها إنها تسامحها بس أمها ما بترضاش تكلمها وبتمشي، في خالها شاهين بيفضل يواسيها. نرجع تاني لإليف وبتبقى قاعدة مع إفغين وبتقوله على كل حاجة حصلت في الحفلة بعد ما مشي. وهو في اللحظة دي بيتصدم وبيقول لها إن مسال مستحيل تكذب، وأكيد أبوها فؤاد هو اللي أجبرها تعمل كده لأنه نصاب ومدمن كحول. وبياخد الجاكيت بتاعه وبيمشي. فإليف بتبقى في الوقت ده زعلانة إن هو مدهاش أي اهتمام وبتبقى متعصبة وبتطلع عصبيتها دي لما بترجع البيت على ميور، فبتبقاش طايقاها ومبترضاش تفتح لها الباب هي ونيشا. ولما بتمشي بتقول لنيشا إن هي غبية لأنها بتصدق الناس بسرعة وما كانتش مصدقة إن مسال ممكن تطلع حرامية. في اللحظة دي بيتصل عليها إفغين وبيقول لها إن هو رايح لمسال لأنه متأكد إنها مستحيل تكون سرقت بإرادتها وأكيد أبوها هو اللي أجبرها، بس بتتعصب عليه لأنها كانت مفكراه جاي علشان يزورها ويطمن عليها.
وبتقفل التليفون في وشه. وبيقابل مسال في الطريق فبتقوله على الحقيقة كلها، وإنه فؤاد هو اللي أجبرها إنها تعمل كده. فبياخد بعضه تاني يوم وبيروح لفؤاد وبيهدده إنه هو لو قرب من مسال وأمها هيسجنه على طول. في نفس الوقت ده مسال بتاخد جنيد وبتوريه الكلبة بتاعتها وبتعرفه إنها مش قادرة تعيش من غيرها، وبتنادي على أصحاب البيت وبتقول لهم على الحقيقة كلها. في الأول ما بيبقوش مصدقينها وشاكين إنها نصابة وعايزة تاخد الكلبة بتاعتهم، بس بيتأكدوا لما الكلبة بتجري عليها أول ما بتشوفها، فبيوافقوا إنها تاخدها معاها وبيقولوا لها إن هي مش بتاكل وبتفضل تعيط طول الليل علشان مفتقداها. وبتمشي وهي فرحانة إن الكلبة بتاعتها رجعت. وهم في الطريق بيبقى معاها فلوس كتير، فبتقول لجنيد إن هم هيقضوا اليوم كله سوا. ولما بتبص وراها ما بتلاقيهوش فبتتخض عليه وبتفضل تدور عليه لحد ما بتلاقيه واقف بعيد، وكانت العربية هتخبطه، بس الراجل بيوقف عربيته على آخر لحظة وبيجرالوش أي حاجة. ومسال بتروح له على طول وبتطمن عليه لأنها كانت خايفة يجراله حاجة، وبيطلب منها إنها تاخده علشان يتفرج على حوض السمك. فبتسمع كلامه وبتفضل تبصله وبيبقوا الاتنين مبسوطين سوا. فجأة مسال بتختفي وجنيد بيفضل يدور عليها لحد ما بيجيله الراجل ده وبيضحك عليه وبياخده معاه بحجة إن هما هيدوروا سوا على مسال. لما بترجع ما بتلاقيهوش بتفضل تدور عليه وبتقول لكل الموجودين إن صديقها كان قاعد على كرسي متحرك وما يعرفش الطريق، وبتفضل تترجاهم إن هم يساعدوها لحد ما يلاقوه. فبيوافقوا كلهم علشان يتحدوا سوا وبيدوروا على جنيد لحد ما بيلاقوا إن الشخص ده كان خاطفه هو وبنت الصغيرة، والشرطة بتقبض عليه. على الناحية التانية إفغين بيوصل الفندق وهو لابس بدلة وبتستقبله أليف، فبيقول لها إن الفندق ده هو نفسه اللي بتشتغل فيه مايور، وبسبب اللي حصل في الحفلة ما بيبقاش عايز يدخل لحد ما بتقوله إن مايور مش موجودة، فبيدخل معاه على طول. وبعدها بيقعدوا هما الاتنين سوا وبتخليه يشرب لحد ما بيسكر، وبتديله ظرف فيه فلوس علشان مسال وعيلتها، فبيبقى سكران ومش واعي للي بيعمله وبيفضل يزعق لكل اللي في الحفلة، لدرجة إن هو بيقول لهم إن هما مش بيهتموا بأي حاجة غير باللبس، وممكن بخاتم واحد بس من اللي في إيديهم يعلموا 10 طلاب. إليف بتفضل تضحك، بس في لحظة بيرجع لوعيه وبيزعق لها وبيعرفها إن هو مش عايز يبقى إنسان من النوع ده، عايز يفضل المدرس إفغين. وهو في طريقه للبيت بيطلع عليه الحرامية دول وبيفضلوا يضربوا فيه، ولما بيرجع للبيت بيلاقي مايور نايمة، فبيدخلها على طول لبيته وبيقول لها إن أبوه قاتل. وأول ما دخل للسجن أمه هربت مع عاشقها وسابته لوحده. على الناحية التانية فؤاد بيبقى قاعد مع إليف وبتبقى عايزة تعرف كل حاجة منه عن إفغين، فبيقول لها إن أبوه قاتل وبتقرر إنها تديله فلوس كتير. وتاني يوم مسال بتروح لأمها وبتوريها الفيديو اللي صورته لفؤاد، وبتعرف إن هو كان بيستغلها علشان يلعب قمار، وبتديها ورقة طلاق وبتفضل تترجاها إنها توقع عليه. تفتكروا فعلا شيرين هتطلق من فؤاد ولا حبها ليه هيكون أقوى؟ ويا ترى إيه غرض إليف من فؤاد؟ وإيه هيكون رد فعل إفغين لما يعرف إن إليف بتحبه وهي أم مايور؟ كل ده وأكتر هنعرف في الملخص اللي جاي، فاستنونا. اكتبوا لنا توقعاتكم في التعليقات، وما ننساش نحط اللايك ونعمل شير للفيديو ونشترك ونفعل جرس التنبيهات لو أول مرة تشوفونا. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't.